السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الزمالك النهاردة. أول أخبارنا خبر سعيد جدا بخصوص محمود بن طارق. محمود بن طارق جاهز لمواجهة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة. اللاعب جاهز من الناحية الطبية، ولكن الأمور الفنية بيد المدير الفني كريستيان جروس. المباراة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا. أنباء عن شكوى من بعض اللاعبين بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. يذكر أن مجلس الإدارة وعد بصرف جميع مستحقات هذا البولندي. كونراد مشلاك يتساءل عن موقفه مع نادي الزمالك بعد علمه بأنباء كثيرة عن رحيله عن نادي الزمالك وقطع الإعارة إلى أحد السعودي. بعد مفاجأة خروج الاتحاد السكندري من كأس مصر، الاتحاد السكندري يتيح بمديره الفني مستر بابا فاسيليو اليوناني. مستر كريستيان جروس بعت استفسار للإدارة بخصوص اللاعب أحمد سيد زيزو، وعايز يعرف إيه موقفه من التجديد، هل هيجدد ولا لأ، وطلب حسم الملف علشان لو هيجدد يشوف الدنيا معاه، لو مش هيجدد يبحث عن البديل بتاعه، لأنه مش عاجبه انخفاض مستوى اللاعب وعدم تركيزه. بالنسبة للاعب محمود بن طارق، نادي الزمالك أرسل خطاب رسمي إلى نادي سانت تيان الفرنسي بيطلب فيه تخفيض المبلغ من $1,000,000 إلى $600,000 يدفعوا كاش، أو يا إما يتم تقسيط $1,000,000 على 3 دفعات، وهنشوف. ومن جهة أخرى، نفى مصدر من داخل نادي الزمالك وصول أي عروض لعبد الله السعيد من نادي السواحلي الليبي، بناء على الكلام اللي قاله كابتن خالد الغندور إن جاي له عرض ليبي. بعض التقارير الإعلامية بتقول إن كابتن أحمد سليمان غضبان بسبب إن كابتن حسين السيد عرض اللاعب الغاني أوبوكو لاعب نادي مونتريال الأمريكي، وعرض الكابتن حسين السيد اللاعب مباشرة على مستر كريستيان جروس، وده اللي أثار غضب كابتن أحمد سليمان بناء على التقارير الإعلامية اللي خارجة، والله أعلم على مدى صحتها. يذكر إن الزمالك عايز ياخد اللاعب بنفس طريقة بن طارق، إعارة مجانية، وحط مبلغ بحيث ان الزمالك لو دفعه يبقى اللاعب رسميا في الزمالك، او بمعنى اوضح اعارة بنية البيع، وهنشوف. بيراميدز يزاحم الزمالك في صفقة احمد ربيع لاعب خط وسط البنك الاهلي. يذكر ان نادي الزمالك حصل على توقيع اللاعب برغبته في الانتقال للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف، وده طبعا هيتفعل بعد ما الزمالك يخلص الصفقة مع نادي البنك الأهلي. ولكن الكلام إن بيراميدز دخل في الصفقة وعرض على اللاعب مبلغ أكبر، وعرض على البنك الأهلي مبلغ أكبر، وهنشوف الصفقة هتخلص على إيه لو تمت الصفقة. الإعلامي إبراهيم فاي أكد إن الزمالك تواصل رسميا مع نادي مونتريال لضم اللاعب الغاني كوادو أوبوكو، وإن الزمالك طلب إنه ياخد اللاعب إعارة 6 شهور بنية البيع، إن في حالة لو الزمالك عجبه اللاعب يدفع $1,000,000 ويفعل بند الشراء بنفس طريقة اللاعب المغربي محمود بن طارق، وفي انتظار رد. الإعلامي سيف زاهر طالع بينتقد الأستاذ هاني أبو ريدة. ليه؟ لأن الأستاذ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكورة بيتفاوض مع الزمالك على المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكورة، اللي المفروض يدفعها نادي الزمالك بحوالي 30 مليون جنيه لاتحاد الكورة. الأستاذ سيف زاهر مش عاجبه إن في مفاوضات، بيقول مش حضرتك قلت إن محدش هيأيد ولا صفقة غير لما يدفع كل الفلوس اللي عليه؟ طب أنت بتتفاوض مع الزمالك وعايز تقسط لهم المبلغ ليه؟ ده هيثير غضب الأندية الأخرى. طبعا هو مفهوم من كلامه هو يقصد مين بالأندية الأخرى. تأكيدا للكلام اللي قلته لحضراتكم امبارح، كل الإعلام بيتكلم إن سيف الجزيري هيتجه لفسخ عقده مع نادي الزمالك لو الزمالك ما دفعلوش مستحقاته يوم الخميس 9 يناير اللي هو بعد بكرة، وإن اللاعب هيطالب بقيمة عقده بالكامل. مش بس باقي الموسم اللي احنا فيه ده، كمان عايز ياخد الموسمين اللي هو جددهم، ولكن نادي الزمالك لسه مفعلش العقد بتاعهم في اتحاد الكورة، وهنشوف الدنيا دي هتخلص على ايه، ونتمنى ان الازمة تنتهي. في بس رسالة حابب اوجهها لجمهور الزمالك، بلاش تدي الواحد تافه اكبر من حجمه. الاستاذ منتصر الرفاعي والناقد خالد طلعت وكذا حد دخلوا هاجموا في هذا اللاعب. انا شايف ان ملهاش لازمة، هو اصلا بيعمل الحركات ديت عشان ياخد اللقطة زي ما انتوا عارفين، فبلاش تدوله الفرصة ان هو ياخد اللقطة، لان هي دي الطريقة اللي هو بيكسب بيها حب جمهور الاهلي، ان انت تطلع كزملكاوي تشتمه
كده انت عملت منه بطل من ورق وهو ملوش اي لازمة. خوفا من الاصابات مستر جروس قد يضع كثيرا من الاساسيين خارج قائمة مباراة الزمالك وسماد ابو قير يوم الخميس المقبل. استاذ مسعد يوسف وكيل اللاعب المغربي محمود بن طايق طلع بتصريح، هو تصريح مضروب ملوش اي لازمه، بيقول ان مستقبل اللاعب مع الزمالك مش مضمون لان اللاعب يمتلك حاليا عقود اوروبيه كتير جدا، فكده ممكن يرجع يفكر من جديد في موضوع استكمال مع الزمالك من عدمه. طيب حضرتك محمود بن طايق مضى للزمالك فعلا وخلاص كده الزمالك معاه موافقه محمود بن طايق وخلاص معاه موافقة النادي الفرنسي لأن النادي ادانا اللاعب إعارة بنية البيع، فكده الكورة في إيد الزمالك، لو الزمالك حابب يفعل في أي وقت يدفع المبلغ ويبقى كده اللاعب من تلقاء نفسه أصبح لاعب رسميا في صفوف نادي الزمالك 3 سنين غير الموسم دوت. بالنسبه للاعب عبد الله السعيد زي ما بقول لكم عبد الله السعيد شبع فلوس، موضوع العروض الليبيه اللي جايه له موضوع ملوش اي لازمه ولا في نادي طلبه رسميا ولا اي حاجه، والكلام دلوقتي من مصدر مقرب من عبد الله السعيد ان عبد الله السعيد هيجدد تعاقده مع الزمالك لمده موسمين، وطبعا الموسم الثاني اللي هو اخر موسم هيبقى من حق عبد الله السعيد لو عايز يعتزل انه يعتزل او عايز يكمل دي حاجه ترجع له.